السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يعتبر أمين عدلي واحدا من أبرز لاعبي فريق باير ليفركوزن الألماني الذي يرتبط معه بعقد حتى شهر يونيو حزيران 2026، وهو من العناصر التي ما زال الاتحاد المغربي لكرة القدم يباشر معها المفاوضات من أجل ارتداء قميص أسود الأطلس في المستقبل، بعدما سبق له اللعب في صفوف المنتخب الفرنسي تحت 21 سنة. وأكد موقع العربي الجديد يوم الأحد أن المدرب وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي قد أغلق ملف اللاعب أمين عدلي جناح فريق باير ليفركوزن الألماني، بعدما علم أن الأخير يشترط اللعب كأساسي رفقة منتخب المغرب في حال أراد الانضمام للعب رفقة منتخب بلده الأصلي، وهو الذي سبق ومثل منتخب فرنسا تحت 21 سنة قبل أن يواصل رحلة التألق في بطولة الدوري الألماني مع فريقه باير ليفركوزن. وسيكون من الصعب على أمين عدلي صاحب 22 سنة أن يضمن وجوده رفقة المنتخب المغربي الأول في الفترة المقبلة، خصوصا بعدما أظهر وليد الركراكي اقتناعه التام بلاعبين يلعبون في نفس مركزه مثل عبد الصمد الزلزولي لاعب فريق أوساسونا الإسباني وأنس زروري لاعب فريق بيرنلي الإنجليزي. وقرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم توجيه الدعوة للاعب المغربي لتمثيل منتخب فرنسا لأقل من 23 سنة، حيث تفاجأت الجماهير المغربية بتوجيه الدعوة للاعب أمين عدلي للمشاركة مع المنتخب الفرنسي الأولمبي في مباراتي إنجلترا وإسبانيا عوض التواجد مع المنتخب الوطني المغربي. ويلعب عدلي لفريق باير ليفركوزن، وظل يتردد في قبول دعوة لتمثيل المنتخب المغربي رغم غيابه عن منتخب فرنسا الأول، حيث إن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يمارس ضغوطات على اللاعب من أجل اللعب مع المنتخب الفرنسي بدل المغرب حتى يلعب مع فرنسا أولمبياد باريس 2024. وقام الجمهور المغربي بمهاجمة اللاعب داعين إياه إلى نسيان ما هو مغربي بعدما فضل منتخب فرنسا الأولمبي، حيث أوقف عدلي التعليق على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام في خطوة لتفادي قراءة تعليقات الغاضبين من قراراته. وفي لفتة رائعة للاعب أمين عدلي صاحب الأصول المغربية أعلن عن تنظيم عملية سحب للفوز بجوائز مختلفة ضمنها قمصان تحمل توقيع اللاعب سيتم استغلال عائداتها لتمويل مشاريع جمعية أمل التي تهتم برعاية الأيتام في المغرب. مباشرة بعد إعلان اللاعب أمين عدلي عن العملية انهالت عليه التعليقات من متابعين عبر حسابه الشخصي في إنستغرام منوهين بالخطوة التي قام بها والتي تؤكد ارتباطه الشديد بالمغرب، ما يؤكد أيضا أن اللاعب ربما يكون من الخيارات التي ربما يحسمها مدرب منتخب أسود الأطلس وليد الركراكي في المرحلة المقبلة. ويواجه المنتخب المغربي نظيره البرازيل والبيرو وديا في 25 و 28 مارس الحالي على ملعبي طنجة الكبير وواندا متروبوليتانو في مدريد، في أول ظهور لمنتخب أسود الأطلس أمام الجماهير المغربية بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في مونديال قطر. لم تشهد القائمة الأخيرة التي أعلنها مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي وجود اسم لاعب فريق باير ليفركوزن الألماني أمين عدلي، رغم أنها شهدت حضور عدد من العناصر المغربية المحترفة في مختلف الدوريات الأوروبية، سواء من اللاعبين الذين خاضوا منافسات بطولة كأس العالم في قطر أو الوجوه الجديدة التي تمت دعوتها.